اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة أول يوم ذو الحج. يا رب اللي كلنا كده يا رب يكتبها لنا زيارة البيت النبوي الشريف، ونبقى كلنا على جبل عرفات كده السنة الجاية يا رب مع بعض أجمعين. أنا النهاردة عملت طاجن اللحمة، ده حاجة كده ما شاء الله. تعالوا نشوفوا بقى أنا عملته ازاي. أنا جبت معلقة دهنة كده من دهن اللحمة، وعندي وانا مسيحة كده طبعا احنا مع بعض عاملينه. نزلت عليه كده باللحمة الجميلة دي، انا غسلاها ونزلت عليها بالبهارات بقى، ما تسترخصيش، دي لحم. نزلت عليها باللوري والقرن والقرفة، كل البهارات اللي عندي، والكباب الصيني. المهم نزلت عليها بالبهارات كده، شميت ريحة البهارات، نزلت بطماطم وفلفل وليمونة وبصل. سيبهم مع بعض كده يتبلهم كده مع بعض وياخدوا من طعم بعض كده يبقوا ما شاء الله. على الناحية التانية شوف شكلها بقى جميل ازاي. بسيبها بقى مع بعضها كده تشم ريحتها بقى حاجة كده تحفة. لما التانية اغلي لها مية، وبجبت المية اللي انا غلياها هنزل عليها بالمية المغلية، حاجة كده ما شاء الله. هي لسه بتستوي اهي، لسه كده ما استوتش بس غليت، والشوربة بتاعتها عاملة ازاي جميلة، ولا ريمة ولا اي حاجة، ما شاء الله تسلم ايدي. اجيب الطاجن بقى، نزلت عليه بمعلقة زيت، هقلبها كويس. نزلت بالبصل اللي هو البصل القوارمة ده، اقطعه كويس، حبيتين فلفل، حبيتين طماطم، اقطع كله مع بعضه. نزلت بنص معلقة ملح، نص معلقة كمون، هقلب كويس اهوت. قلبتهم كده مع بعض كويس. هنزل بقى باللحمة، بنشل اللحمة من الحلة كده، يعني جه معاها اللوري ماشي، جه معاها البصل ماشي، الطماطم اللي كانت معاها ماشي. مش بجيب اللحمة هي لوحدها، يعني كله بقلب كله بقى مع بعضه كده. هقلبها كلها مع بعضها اهوت في الطاجن. وهضيف لها برضك يعني كبشة شوربة واحدة كده، وهقلبهم كلهم مع بعض وندخلهم بقى الفرن بالمنظر التحفة ده. هنغطيها بورقة سلوفان، انا غطيتها بطبق السلوفان ده، انا عامله لي الطاجن كده